السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا اليوم السابع للفراخ البيضاء معانا. احنا النهاردة الصبح كده هنعمل لهم خلطة حلوة مع بعض. هنشوف هنعمل ايه مع بعض كده. احنا طبعا في الاول بتبقى الخلطات كده بتبقى معقولة، مش بتبقى فيها حاجات كتير، بس برضو بيبقى في نصايح كتير لازم نعرفها مع بعض عشان ايه نتفادى الاخطاء اللي بتحصل للفراخ، لان اهم مرحلة للفراخ وهم في الفترة الاولانية فترة التحضير دي اهم مرحلة للفراخ معانا، ان احنا نأسسهم فيها صح. يعني الخلطات صحيح بتبقى بسيطة بس بتبقى قوية وحلوة في تأسيسهم، لان بعد كده الفرخ لو سبتيه مش هتطيله حاجة هيبقى زي الفل. اهم حاجة ان هو يتأسس صح ويمشي معاكي صح. تعالى هنشوف معانا الخلطة بتاعت النهاردة. اهوت معانا حطينا بصلاية صغيرة مبشورة على قد طبعا حبة العلف اللي عندنا، عشان البصل الكتير قوي بالنسبة للفراخ يعني ايه مش هيتعبهم، هيخليهم يزهقوا ما يجوش على الاكل، ريحته تبقى نفاذة زيادة عن اللزوم قوي ويبقى طعمه باين في الاكل اكتر من اللازم. لا ديت بصلايه صغيره على قد حبه العلف اللي انا هحطهم لهم، وعندنا عصرت نص ليمون عليها، وحطيت عليها نص معلقه عسل صغيره، وفصين توم صغيرين لقيتهم معايا. طب هنحط ايه تاني؟ هنا هوت معانا اهو الخل انا نزلته معايا تحت. احط ايه؟ نص معلقه خل، نص معلقه صغيره خل. وندي معانا ايه؟ ادي نص معلقه كركم اهي، نص معلقه كركم صغيره. طبعا اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ايه نص معلقه الكمون والكزبره ده عشان الفراخ مش تكش مننا ولا يحصل لها اي حاجه. هنلخبط الخليط ده كله مع بعض كده مع بعض وهنحطه للفراخ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الخلطه اللي انا عاملاها دي برضو يعني تنفع، انا حامله 15 فرخ وتنفع ل 100 فرخ، بس تزودوا كميه العلف بس شويه اهو. يعني تنفع من 15 فرخ لغايه 100 فرخ خلطه. خلصنا كده اهو، فرقناهم حلو مع بعض كده وتجانسوا مع بعضهم حلو. هنحطهم بقى للفراخ اهو. حطينا الاكل اهو للفراخ مع بعض. طبعا الفراخ انا كنت مجوعاهم، جوعتهم نص ساعه النهارده. هما الفراخ طبعا شافوا الاكل اتهبلوا عليه طلعوا يجروا، هما ما شاء الله عليهم. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده ان انا هسيب لهم الخلطه دي 3 ساعات قدامهم، يعني تعد هنا 3 ساعات. يعني انا مثلا الوقت حتى الساعه 10 الصبح اهوت 11 و12 وواحدة. طبعا انا فاهمه انا حاسبه ازاي، بس انا بفهمكم انتوا تحسبوا ازاي، اللي مش واخد باله يعني الحساب قد ايه. يبقى انا كده على الساعه 1 هنزل اشيل من قدامهم ايه الاكل اللي دوت، واحطه لاي طيور تانية عندي لو فضل منهم حاجه، واحط لهم علف جديد. طبعا عشان قلنا ان العلف بيتفاعل البصل والثوم اللي فيه بيتفاعلوا مع بعض. يا رب نكون استفدنا مع بعض. واهم حاجه النظافه يا جماعه قبل ما ننسى. انا هو بنضف لهم دلوقتي كل يوم، لان برشلهم رشه خفيفه كده وبشيلها اول باول عشان الفراخ تبقى نظيفه وحلوه، تبقى ريحتها كويسه معانا، وفي نفس الوقت انها مش توجعها ومش تتعب معانا. انا نضفت لهم اهوت، اهم حاجه النظافه. عملت لهم فرشه جديده، وزي ما قلنا برضو الميه بنحط كل 8 ساعات بنحط حاجه مره فيتامينات. الفيتامينات انا بخليها بالليل، بحط املاح معدنيه ومضاد حيوي في النهار، وباجي بالليل بروح مليلهم السقايه على فيتامينات واحطها لهم. اهوت اللي تيجي في دماغه برضه حاجه ممكن تكون في حاجه فايتاني ان انا اقولها.
بس انتوا لو في اي حاجة عايزين تسألوا عليها ابعتولي في التعليقات وانا هرد عليكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.